يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا رجال. ايه بلش دوري ابطال اوروبا. هي كرة القدم الحقيقية. ما تقولوا لي هي الدوريات اللي عم تلعب كرة قدم. قالوا لك شو بدنا نعمل دوري ابطال اوروبا لحتى الفرق الصغيرة تاخذ راحتها، لحتى يصير عندها فرصة بالمنافسة وتقدر تعمل لها قرشين حلوين. من اول جولة او نص جولة كل الفرق الصغيرة ندمت انها شاركت بالبطولة. يا اهلين بدوري ابطال بتصدروا استون فيلا. استون فيلا يا ولدي فريق كبير كبير بالعمر، من الايام القديمة، ايام ما كنا لسه شباب. تعالوا احكي لكم عن واحد اسمه عبسي، رح ينام قرير العين. بتعرفوا ليه؟ بس بسبب هدف واحد الزيادة سجله بايرن ميونخ. بايرن ميونخ يلي عم يلاعب دينامو زغرب، دينامو زغرب يلي قال لك عليكم وعلى البطولة وعلى الابطال وعلى هالمصريات اللي اعطيتونا اياهم. انتوا اذا اعطيتونا قرشين مفكرين انكم رح تشترونا ورح تذلونا؟ اكل قتله من بايرن ميونخ حشكو لبك. ربات رباية علموا الزنبع من اين ينبع. والله ما تفاجأتوا انه ريال مدريد باخر الدقائق رح يسجل هدف من هجمة مرتدة ويفوز بالمباراة. مفاجأة عظيمة وما كانت متوقعة ابدا، ولا حدا شاف طابة بيعرف انه هيك رح يصير. ايه اسأل الله ايام كان ريال مدريد عبارة عن فريق كله نجوم وما عم يقدم كرة قدم. هلا عبارة عن فريق كله نجوم وما عم يقدم كرة قدم. بس بتعرف شو الفرق؟ الفرق انه بيعرف يفوز ولا حرام ما بيعرف يفوز. بلعبة كان فيها شتوتغارت اباباي اثبت حاله انه مانو فريق جاي ياكل قتله ويمشي مثل ما صار مع دينامو زغرب. بالاخير اكل قتله ومشي، بس من البدايه حاول وجرب حظه. قال لك يا بتصيب يا بتخيب، رح نضرب هالعجينه بهالحيط، يا بتلزق يا بتوقع. والعجينه كانت لازقه لحد ما سجل الجول. بعد منها خلص، يعني شتوتغارت لو عم يلعب مع اي فريق غير ريال مدريد باسم ريال مدريد كان شتوتغارت طلع اليوم فايز. بس يا اخي اسم ريال مدريد بخوف هاي الفرق. ما بعرف ليش هاي الفرق تخاف من ريال مدريد. هل بسبب التحكيم ولا في سبب تاني؟ الله اعلى واعلم. بس انشيلوتي باخر اللعبه قال لشتوتغارت ومدرب شتوتغارت درمن من هون ولك، شايفين من معركتك كثير يا مرق على هالراس اشكال من اشكالك. وعلموا انه لكل مقام مقال. ما بتجي على مدريد وبدك تفوز وببطولة دوري ابطال اوروبا بطولة مدريد. هذا الكلام بتعمله بالمانيا، بتعمله مع دورتموند مع ليفركوزن مع هاي الفرق التعبانة. ما بتجي تعمله بمدريد. مبابي سجل، واخيرا مبابي سجل من هدف مفتوح. ما عاد تذكرت امتى اخر هدف مبابي سجل وروديجر سجل. بس يلي اكثر واحد لفت نظري هو اندريك. والله هذا الولد لعيب يا جماعه، لعيب وعم يثبت حاله يوم بعد يوم. هذا ثاني هدف بسجله وهو عم يدخل بالدقائق الاخيره. ولكن هل انشيلوتي قادر على انه يعطيه فرصته ويخليه يلعب اساسي بدل واحد من الثلاثي الامامي؟ الثلاثي الامامي يلي ما بيناتهم تفاهم ولا حابين بعضهم. ولو طلعوا بالاعلام قالوا لك نحن بنحب بعضنا، وطلع هذا طبل لهاد وهذا حكى عن هاد، ما في تفاهم بين الثلاثي الامامي من الاخير. لانه ماي نيم از محسوبك ابو المير، قلت لك هيك واسمع مني ولا تدور وراي. انت شو لسه ناطر ما فت اشتركت بالقناه يا بيه؟ شو ناطر لحد هلا؟ هل انت مشجع كتالوني؟ هل انت عبسي حتى مانك عم تشترك بالقناه؟ هذا السبب الوحيد اللي بيخليك ما تشترك بالقناه، انك طفيت مباراه بايرن ميونخ بعد ما كانت النتيجه 8-2. بايرن ميونخ مع كومباني عم يقدم عظمه يا شباب، عظمه فوق العظمه، فوق العظمه بعظمه. اخر مره سجل فيها فريق 9 اهداف بدوري الابطال هي نفسها اول مره يلي عملها بايرن ميونخ اليوم ضد دينامو زغرب. لو بتشوف وجوه دينامو زغرب ولاعيبتهم كانوا عم يكفروا بالساعه اللي فاتوا فيها على ملعب الاليانز ارينا. قالوا لهم شو هاد؟ لك نحن جايين ننزل، نحن جايين ناكل اكله. ضربوهم كسروهم قتلوهم ربوهم. اخ بس لك وينك يا ابو المير؟ لو انك موجود بالملعب تعلموا اللعب الحقيقي كيف بنلعب كرة القدم للرجال. اذا انكم ما انكم خرج كرة القدم ليه عم تلعبوها؟ وعلى سيرة كرة القدم، هاري كين قرر انه يصير الهداف التاريخي لدوري ابطال اوروبا من اول جولة. 4 اهداف فيهم 9 ضربات جزاء. ولا عامل حساب لا لكبير ولا لصغير ولا لمقمط بسرير، ما مدور على حدا. وهي مشكلة دوري ابطال اوروبا بالنظام الجديد. دقولي من زمان قالوا لي يا ابو المير شو رايك اذا بدنا نغير النظام؟ قلت لهم لك يا اخي خلوا النظام مثل ما هو ولا تلعبوا بالمسلمات، خلينا مبسوطين. قال حرام في فرق من شرق اوروبا بدها تدخل. قلت له يا انفينيتو، هذا الكلام كان على ايام انفينيتو قبل هذا الجديد. قلت له هلا معي طلب بوصله وبدق لك تليفون. كانت ايامها تليفونات النوكيا الصغيره بتربط على الاشارات، كنت حاطه مثل المسدس.
الو دغري. لما وصلت الطلب وخلصت وامنت على الجماعه انه صاروا ببيتهم، عملت له تعليمه. على ايامنا كانت الوحدات غاليه، مو مثل هالايام اللي انتم عايشين فيها. جيل الزد هذا اللي عايش ايام ما كان بيعرف شو عم يصير بايام زمان. عملت له تعليمه، دق لي تليفون، دق لي من هاتف ارضي. كانت على ايامنا كمان هواتف ارضيه. لو انتم ما بتعرفوا الهواتف الارضيه هي مشكلتكم. روحوا تثقفوا احسن شيء. دق لي تليفون قال لي هيك بدنا نسوي. قلت له يا اخي هذا النظام راح يخلي الاهداف كثيره، وراح تصير كرة القدم شوربة، الرايح والجاي بدي سجل، هالاند بسنتين بيكسر ارقام ميسي ورونالدو. قال لي بس نحن بدنا نلحق الاعلام، وبدنا نلحق هذا الجيل الطالع اللي ما عم يعرف يلعب كرة قدم، وبدنا الاولاد تصير تطلع اللعبة، وبدنا نسجل اهداف، وبدنا نعملها كرة اليد، و25/3 و25/7. قلت له راح اقول لك كلمتين يا انفينيتو حطن حلقة بأدنيك. هي القصة بدك تنسى لي اياها. قال لي لا، هي الميرو اللي ما في غيره. طيب كيف بدنا نظبط اللعبة؟ كيف بدنا نخلي هذا الجيل الصغير يتفرج على طابة؟ كيف بدنا نخلي اللعبة تنشهر أكثر؟ قلت له عندي، ما عليك مع القصة، عندي. ولكن اللي صار يا شباب إنه صار في انتخابات وشالوه من مكانه بحجة الفساد، وسلموا واحد وأنا بصراحة ما بفهم عليه، لغته غير لغتي. فمن يومتها انقطعت أخبارنا، وعملوا هي البطولة اللي رح ينزعوا فيها كل البطولات. وين كنا؟ ذكروني. دوري الأبطال بايرن ميونخ فاز 9-2. ولكن يلي ما فاز 9-2 هو ليفربول. انت حاطط صلاح كابتن بالفانتزي؟ والله صارت فيك، عملها فيك للمرة الثانية على التوالي. صلاح ما بيسجل ولا بيعمل اسيستات، شوطين بالعارضة خليه ينقعون ويشرب ميتهم. مراته قال لك انا ما عم نام بس عم بحلم بمباراتنا ضد ليفربول. طيب ليش ما اجيت على اللعبة اليوم يا حبيب؟ ميلان لعبة 3 دقايق سجل فيهم جول، وبعدين تذكر يا اخي نحن بمستوى سيء، تعال نرجع ندافع. انتوا لا بتعرفوا تدافعوا، لا بتعرفوا تهاجموا، ولا بتعرفوا تعملوا شيء. قرروا انهم لا يدافعوا ولا يهاجموا. شو بدكم تعملوا لك عمي؟ قال نحن رح ننتظر ليفربول بنص الملعب بخط دفاع متقدم. ليفربول كل باصين يلاقي حاله منفرد، صلاح مرتين 3 منفرد اجت بالعارضه، جوتا انفرد له 4-5 مرات، شوي يشوطها برا وشوي يشوطها جوا. وانا هلا عم صوركم ما بعرف لو مباراه ليفربول خلصت ولا ما خلصت، لان الحكم المفروض يضيف له شي 32 دقيقه. بتعرفوا ليش؟ من كتر حارس ميلان منصاب مانيان اسمه، مسمي حاله على اسم ميلان كمان على اساس تشوفوني انا حارس ميلان منذ الصغر. من كتر منصاب كل 5 دقايق ينصاب نص ساعة. لك يا عمي كرة القدم للرجال، إذا أنت مانك قد هاي اللعبة لا تلعبها. يا الله، انتهت. نحن بزمن ما فيه رجال، الله أيام الزمن الماضي. الله صار اللي له بإمها واللي ما له بإمها بده يلعب كرة قدم. ليفربول 3-1 على ميلان بأرض السان سيرو. مدرب ميلان بعد ما سجلوا الهدف الأول قال له لمدرب ليفربول لك لا تواخذني، أم سوري. قال له لك سوري مين؟ لا سوري ولا لبنان يا حبيب. ضل ينزل فيه دعك لطرقوا 3 أهداف. الهدف الأول عرضية من أرنولد، رأسية من كوناتي، عرضية من أرنولد، رأسية من فان دايك. شو هالدفاع لك يا ميلان؟ شو هالدفاع لك مانيان؟ يا ريتك انصبت وطلعت. كل هجمة عليه عرضية، عليه رأسية، عليه جول. والهدف الثالث عرضية منحودة جنبه، سوتسلاي ما قدر يعملها كنترول، طالت عنه فاتت جول. قال لك يلا خير وبركه من الله، خلينا نحتفل مع العالم. لكن فكر انه ابو المير ما راح يكشفك. ولكن وين انت جاي تعرج بحاره مكسحين يا حبيب؟ مرقنا لك يا هالمره، بس حاجتك سلبينا. لك يا باطل عليك يا صلاح، يا باطل عليك. لو عرفان هيك كنت جيت على ارض الملعب وشجعتك. لا هدف ولا اسيست ولا شيء. بكره في مباريات حلوه مثل النهائي اللي صار من 2 سنين، انتر ميلان مع مانشستر سيتي. وين؟ بارض مانشستر سيتي. فانا من هلا عم بقول لكم اربطوا الحصان مشان ما تقولوا ابو المير ما قالكم. بكره بس لحتى يشوف هاري كين مسجل 4 اهداف ويسجل 9 اهداف ويجيب الهداف التاريخي لدوري الابطال بشهر، قولوا ابو المير ما حكى. شايفك يلي بدك تطلع من الفيديو بما انه خلصت المباريات وما حطيت لايك. لا يا غالي، ليه هاي الحركات؟ ليه الحركات؟ نحن صرنا خوش بوش هلا شغلتين بالباس. انا اسف يا شباب على مخاري الفاظي. حط لايك عزيزي المشاهد، لا تنسى تكتب لي تعليق يعبر عنك وعن اكابريتك وعن جمالك. منك يا حبيبي عزيزي المشترك. وبنهاية المقطع لا تنسوا تصلوا على النبي. غيث، سلام عليكم. هو شو بدك على التاكسي؟ لك قايم لك ولا ورك.